اسمي أمل، وعندما بلغت 18 من عمري كنت أعيش في قرية بسيطة جدا. أهلي ناس طيبين لكن حياتهم صعبة، إخواتي كتير والفلوس قليلة. في قريتنا الإنجاب هو الهدف الوحيد حتى لو كنت مش قادر تصرف على نفسك. وأنا ما كنتش عايزة أغير طريقة تفكيرهم، كل اللي عايزاه هو إني أهرب من الفقر، من الزحمة، من إني أشارك في كل حاجة. جاء الخطيب زي الحلم، عائلته ميسورة الحال، وهو شاب وادع ومحترم ومسافر للشغل. والده كان عنده سمعة إنه راجل شقي ومش ساكت، ووالدته كانت على كرسي متحرك. أنا ما فكرتش كتير، قلت لنفسي دي فرصتي. اتجوزته وفرحت جدا. بعد الجواز اكتشفت إن الزوج كان فعلا هدية، إنسان ملتزم حنين بيحبني وما بيزعلنيش. كنت بحسه زي الأمان اللي ما جربته قبل كده. حبيته بجد لدرجة إني ما تخيلتش حياتي من غيره. كنت سعيدة لدرجة إني ما لاحظت إن في حاجة ناقصة. اللي ناقص كان الأطفال. مع الوقت العيلة كلها بدأت تضغط. حماتي وحمايا كل شوية يقولولي روحي اكشفي ليه الحمل ما بيحصلش، وأنا كنت أقولهم إحنا لسه جداد عايزين نعرف بعض أكتر، لكنهم ما سكتوش. حماتي كانت بتقول إحنا محتاجين عزوة وابني وحيد، لازم تخلفي بسرعة. رحت لدكتورة، عملت كل التحاليل، طلعت سليمة زي الفل. الدكتورة وصفت لي فيتامينات ومنشطات خفيفة وقالت يمكن فيه كسل بسيط. أخذت العلاج شهر كامل ولا حاجة حصلت. حماتي فضلت تضغط لغاية ما اضطريت أواجه الحقيقة، لازم جوزي يروح يكشف هو كمان. حاولت أقنعه بالراحة وكان في الأول رافض، لكن عشان خاطر أهله وافق في الآخر. رحنا للدكتورة وسحبنا العينات. أنا اللي رحت استلمت النتيجة. ريهوك، يوم ما استلمت الورقة الدنيا وقفت في وشي. النتيجة مش كانت اللي متوقعاها خالص، لكن اللي صدمتي أكتر كان اللي قالوا لي حماية بعد ما عرف. وقفت قدام العيادة والورقة في إيدي ترتجف. التحليل كان واضح، زوجي عنده مشكلة كبيرة جدا، صعبة لدرجة إنه مستحيل يخلف طبيعياً. مش محتاج علاج طويل، لا، هو أصلاً مش قادر. حسيت إن الأرض تهزت من تحتي. كل اللي بنيته، بيتي، زوجي، حلم الأمومة، الهروب، كله كان بيروح في ثانية. زوجي كان لسه في الشغل، كنت مفروضة أروح البيت بس ما قدرت. دخلت أوضتي وانهارت. في اليوم ده الصدفة إن حماتي ما كانتش في البيت، كانت عند بنتها بتعمل جلسة علاج طبيعي. الحمو بس اللي كان موجود دخل عليا لقاني مكسرة، قعد يهديني، تمشي شوية في الشمس، تاخدي نفس. وبعد ما هديت شوية حكيت له كل حاجة. قلت له جوزك مش بيخلف وما أقدرش أخبي عنه الحقيقة للأبد. ساعتها قال لي الكلمة اللي غيرت حياتي، ما ينفعش تقولي له الكلام ده أبداً. استغربت، قلت إزاي؟ قال ابني لو عرف إنه مش بيخلف هيطلقك في نفس اليوم. أنا عارفه كويس، هيخاف يكون سبب في فشلك ويحرق كل حاجة عشان كرامته. هترجعي البيت أهلك والناس تقول عليكي عاقر وإنتي مش غلطانة، حياتك كلها تتدمر. بدأ يرسم لي صورة، لو سكتي هتفضلي في الأمان، هتعيشي في البيت ده، هتشوفي العز اللي انتي فيه، محدش هيكلمك. بس لو اتكلمتي هترجعي لصفر. وبعدين أضاف أنا هحل الموضوع، بس لازم تسمعي كلامي من غير نقاش. في اليوم اللي بعده عمل حاجة صدمتني، راح عمل تحليل لنفسه هو شخصياً وبدل الاسم بحرف واحد عشان يبقى شبه اسم ابنه. التحليل الحقيقي اختفى، والتحليل المزور بقى هو الرسمي في درج الأمانات. لما زوجي طلب يشوف النتيجة ورينا له التحليل المزور، زوجي فرح، مع إنه كان فرح غريب لأنه هو عارف إنه سليم، وراح بيه لدكتور تاني يطلب منه رشدة منشطات ليا. أنا كنت قاعدة في بيتي جنب راجل بحبه، وكل الناس حواليا بتخطط لمستقبلي من غير ما أسأل، ومحدش كان يعرف إن اللي جوه البيت أخطر بكتير من اللي بره. الأيام بعد كده كانت غريبة. حماية بقى يتعامل معايا بهدوء وذكاء، ما كانش بيعمل حاجة بشكل مفاجئ، لكن كل حاجة كانت محسوبة. كنت بحسه بيخليني في حالة استسلام من غير ما أحس. في يوم كان زوجي خرج الصبح للشغل وحماتي كانت عند بنتها. حماية فجأة طلب مني أنزل له الأكل في أوضته. نزلت وديت له الأكل والشاي. فجأة لقيته طالع من الأوضة هو كمان. قال لي طلعي أوضتك وريحي شوية. أنا طلعت، أخدت شاور وتنشفت ودخلت أنام شوية. صحيت لقيت حماية واقف قدامي.
متعرفيش هو دخل إزاي؟ قال لي عندي مفتاح كل حتة في البيت، انتي ناسية إنه بيتي. قلت له عايز إيه؟ قال الجملة اللي من يومها وأنا بعيش في كابوس، عايز أكمل اللي ناقصك. حاولت أتكلم لكنه كمل ما تتكلميش كتير، الوقت ضيق. للأسف في اللحظة دي أنا ما قاومتش، مش عشان ما كنتش خايفة، لكن عشان كنت حاسة إني غارقة في بحر مفيش منه مخرج. كنت صغيرة، خائفة، ومقتنعة إن ده الثمن اللي لازم أدفعه عشان أحافظ على بيتي وزوجي اللي بحبه. الموضوع اتكرر أكتر من مرة بعد كده، كان بيحصل بسرعة، أحياناً في نص اليوم، وأنا كنت بخلي بالي إن محدش يشوف. كنت بحاول أقطع نفسي عن اللي بيحصل، كنت بتخيل إن جسدي مش ملكي، إن ده حل اضطراري. وبعد أقل من شهرين جالي دوران وغثيان. رحت عند أمي في يوم زيارتها، تعبت قدامها. زوجي لما جه أخدني للمستشفى على طول. الدكتور عمل التحاليل وطلعت النتيجة حامل. زوجي كان مبسوط لدرجة إنه معرفش يتكلم. قالي أنا هشيلك على إيدي، ما تتحركيش من مكانك. لكن في لحظة الفرحة دي أنا كنت خايفة، عارفة إن الجنين مش منه، وعارفة كمان إن كل الناس هتشوفه ويقولوا شبه أبوه، لأن زوجي شبه حماية خالص، هما زي التوأم في الشكل. الطفل كبر وشبه بقت واضحة. كل يوم كنت بشوف ملامح حماية في وش ابني، وكل يوم كان الخناق حواليا بيزيد من غير ما حد يحس. الطفل اتولد وكان ولد. زوجي فرح جدا لدرجة إنه ما فكرش يسأل حتى عن تحليل DNA، والفرحة كانت معمية لدرجة إنه ما شاف إن الولد شبه جده أكتر ما هو شبه أبوه. أنا كنت مرعوبة في البداية، لكن بعدين اكتشفت شيئاً خلاني هديت شوية. جوزي كان شبه أبوه خالص، يعني الولد اللي شبه جده كان عادي بالنسبة لهم، لأنهم كانوا شايفين إنه طلع من العيلة وعادي. جوزي كان عايز يجيب ولاد تانيين، وكل مرة يحاول كنت أقول له إني حامل وأسقط. كنت أتعب نفسي عمداً في البيت في حاجات تخلي الحمل يسقط، أو أروح لدكتور يساعدني في إنهاء الحمل سيكرتلي. ومفيش مرة جوزي شك، لأنه كان خايف عليا من السقطان المتكرر. الأطباء قالوا له إنه بنسبة كبيرة مش هتقدر تكمل حمل ثاني، وصدق. أنا كرهت نفسي على اللي بعمله، لكن ما كنتش عارفة أعمل إيه. لو خلفت تاني ممكن الولد يطلع مش شبههم والشك يدخل. الأسهل إني أخلي الموضوع واقف عند طفل واحد. عشنا كده 16 سنة. الولد كبر، دخل المدرسة، بقى شاب صغير. حماية وزوجي كانوا بيتعاملوا معاه كأنه أمير، وحماتي كانت قاعدة على كرسيها المتحرك بتتفرج وتفرح. في كل السنين دي مفيش حاجة حصلت بيني وبين حماية، ولا كلمة ولا إشارة. الوضع بقى رسمي جداً. أنا الست اللي بتخدم البيت، وهو الراجل الكبير اللي بياكل ويشرب ويمشي. كنت فاكرة إن الكابوس خلص، لكن حماتي لما ماتت فجأة بسبب جلطة كل حاجة اتغيرت. حسيت إن حماية بقى لوحده في البيت، وزوجي طول اليوم في الشغل، وابني في المدرسة. بقينا إحنا الاتنين بس. في أول أسبوع بعد الوفاة كانت نظراته مختلفة، كان بيبصلي بطريقة مش مرتاحة ليها. وفي يوم فجأة قالي عايزين نكون زي زمان. رفضت. قلت له الموضوع ده انتهى. فكان رده لا يا أمل، الموضوع لسه في إيدي، وممكن أي وقت أحرق كل حاجة عليكي. ما كنتش عارفة إنه محتفظ بعلبة أسرار عني طول السنين دي، ولما فتحها حسيت إن الدنيا اتهدت تاني. قلت له إيه اللي لسه في إيدك؟ ابتسم ابتسامة باردة وقال التحليل الحقيقي بتاع ابني اللي مثبت إنه مش بيخلف. لسه عندي نسخة منه، ولو جوزك شافها في أي وقت هتطير حياتك. حاولت أتماسك. قلت ده كان من 16 سنة، محدش هيصدق. قال أنا ممكن أبعته في رسالة لابني نفسه، ممكن لأي حد في العيلة، ممكن أخليه يوصل لجوزك من غير ما حد يعرف إن أنا اللي بعته. فكري شوية، لو جوزك عارف إنك خبيتي عليه 16 سنة وإن الولد مش أبوه، هيسامحك ولا هيطردك في الشارع؟ سكت. كنت عارفة إنه بيقول الحقيقة. زوجي راجل كريم، لكن لو اتهزت ثقته مستحيل يرجع. وبعدين زودها في كمان حاجة، أنا ما أقدرش أعيش لوحدي في البيت الكبير ده. أنا عايز حياتي ترجع زي ما كانت، في خدمات كتير أنتي بتعمليها، وفي حاجات تانية. كنت فاهمة قصده. كان بيطلب مني إني أرجع للعلاقة اللي انقطعت سنين، تحت تهديد إنه هيدمر حياتي وبيتي وحياة ابني اللي بحبه. وافقت، لكن بشرط، في الخفاء وفي أوقات معينة ومحدش يعرف. قال
ده اللي كنت عايزه. ومن اليوم ده بقيت أعيش جحيم مزدوج، نهاراً أخدمه عادي قدام الناس، وفي بعض الأوقات أكون مجبرة أكون معاه في الأوضة. وجوزي سعيد إن والده اتأقلم على الحياة من غير زوجته، وإننا بنساعد بعض. ابني بيكبر وشايف إن جده راجل محترم محتاج رعاية. أنا كل يوم بحس إني بخون زوجي اللي بحبه، حتى لو إن جوزي مش عارف، حتى لو إن الموضوع كله بدأ بغلطة وأنا كنت صغيرة. أنا دلوقتي مش قادرة أنام الليل، صحتي بدأت تتأثر، جسمي تعبان، نفسيتي متدمرة. في يوم وأنا قاعدة بفكر في الانتحار، لقيت ابني بيكلمني وقال لي جملة غيرت كل حاجة. مش عارفة أعمل إيه، بس عارفة إنه لو فضلت زي ما أنا هموت قبل ما أتكلم. ابني دخل عليا وأنا بعيط لوحدي في الأوضة، سألني: ماما، أنتي زعلانة ليه؟ ما قدرت أقول له الحقيقة، بس قلت له: لا، بس تعبانة شوية. قال لي: أنا بحبك يا ماما، ولو حد تعبك قوليلي. الكلمة دي خلتني أحس إن لسه في أمل، إن أنا ممكن أكون قريبة من ابني وأقدر أحكي له يوماً ما، مش كل حاجة، لكن حاجات تتخليه يفهم. لكن دلوقتي أنا مش عارفة أعمل إيه بالظبط. الخيارات اللي قدامي: 1. أسكت وأكمل في العبودية دي لحد ما حماية يموت، بس أنا كل يوم بموت قبله، صحتي النفسية مش هتستحمل أكتر من كده. 2. أحكي لجوزي هخسر كل حاجة، حبه، بيتي، سمعتي، ويمكن ابني يكرهني، ومين هيصدق إن اللي بدأ كان حماية وأنا كنت ضحية. 3. أطلع برا البيت بأي طريقة، أشتغل، أسافر، أستقل مادياً، بس أنا مش متعلمة كويس وما عنديش فلوس، ولو سافرت ابني هيفضل هنا معاهم. 4. أطلب مساعدة قانونية في بلدنا، قصة زي دي لو اتكشفت أكون أنا الخاسرة الوحيدة. القانون مش بيحمي الستات زينا في الريف، المجتمع هيقولوا عليا خاينة حتى لو كنت مجبرة. أنا عارفة إن اللي عملته غلط، كان المفروض من 16 سنة أرفض الفكرة من الأول، ولا أوافق على السر المزيف. كان المفروض أهرب من البيت حتى لو رجعت لأهلي بالصفر، بدل ما أنا دلوقتي عندي كل حاجة وما عنديش نفسي. نصيحتي لكل بنت بتسمعني: لو حد قالك خبي حاجة عشان تستري، متصدقيش. الستر الحقيقي ما بيبقاش على كذبة، واللي يبتزك مرة هيبتزك طول العمر. والهروب من بيت أهلك بالفقر أهون من سجن دهب أبوابه بتتقفل عليك من بره. أنا دلوقتي مش عارفة الخطوة الجاية إيه. بعت القصة دي عشان حد يقرأها ويفكر معايا إيه العمل. لو عندك نصيحة، أي نصيحة، اكتبها، يمكن في كلمة واحدة تغير حياة واحدة زيي. لسه القصة ما خلصتش، أنا لسه عايشة في البيت ده مع جوزي اللي بحبه، مع حماية اللي بكرهه، مع ابني اللي هم سبب وجع قلبي وفرحتي الوحيدة. لو في جزء تاني هبقى أحكي لكم لو لقيت مخرج أو لو لقيت قرار.